أنا أعرف جماعة الرعاية الاجتماعية إذا ما خلص راتب الرعاية ما يطلع يشتغل، لو تطلع نخلة براسك، لو مو تحكي يا مراسك، لو توذن ما تصير أبد ما يطلع إلا تخلص راتب الرعاية. وأنا هم أقول يعني هسه إحنا والله ما أدري، بس لو وزارة العمل تفلترهم ذول أهل الرعاية شوية، تفلترهم والله. جيب الشايب التعبان الصدق مسحوق اللي ما عنده أطي، إما البقية كل واحد فادها عرضه أطي سم بقلبه. ليش أطي؟ أجيبه أفتح له مشروع مع احترامي يعني، وشر البلية ما يضحك. تقول أبويا مشروعك 5 ملايين 10 ملايين، ليش استنزف طاقة الدولة؟ بس تجي تقول له شنو أنت من تجي ونايم؟ قال وأنا التعيين. ليش أنت قبل بأيام صدام من كان الراتب 3000 جيت تدور تعيين؟ ها؟ وين التعيين؟ إلا تعيين على أساس هو بروفيسور، هو مصخم ملطم اسمه ما يعرف يكتبه ويريد إلا تعيين. وين التعيين؟ يا بطلع اشتغل، زاحم مناكب الناس اعمل. السلام عليكم. وين زاحم مناكب الناس واعمل يا شيخ؟ الله يحفظك، انت الناس راضي عليك وما متوقع تطلع هالطلعة هذا على أضعف طبقة بالمجتمع العراقي اللي هي طبقة الرعاية الاجتماعية والعاطلين والمعوقين وذول يعني اللي هذا مبتورة رجله وهذا مريضة وهذا عينه رايحة وهذا يعني تعبانين جدا. ما هكذا الظن بك يا شيخ، الله يحفظك. انت المفروض تقول لهم يابا هاي شريحة العاطلين عن العمل ادعموهم بعد فوق الراتب مالتهم، اعطوهم قطع اراضي، زودوا راتبهم، عندهم عوائل، اكثرهم مرضى، كبار السن، نساء كبيرات مريضات. يعني ما جاي افهم والله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان في العراق خير لا ينفذ ابدا. يعني انت المفروض هذا الخير تقول لهم يا دولة يا برلمانيين يا رئيس دولة، هذا العراق بخير ابدا ما ينفذ، انطوا من عنده للفقراء وخصوصا للعاطلين عن العمل والرعاية الاجتماعية والارامل والما عنده بيت والناس المعوزين. ما واحد يقول يا بت شلون يعني تقول انت هيك؟ ما والله محسوبه عليك هذه. يعني شوف الناس ايش قد ما رضت عليك مع كل الاسف. نعم مع جل احتراماتي خطيب وجيد جدا وهواي اكو راضي عليك، لكنه بهذه انتكاسه والله. اي نعم انتكاسه او هفوه مثل ما يقولون. حبيبي شيخ العزيز اترجاك اذا تقدر تنزل اعتذار من عندهم طبقة فقيرة. شلون واحد يطاردهم؟ روح هسه شوف الاحياء التنك واللي شيلوهم واللي يقولهم متجاوزين كارثة حالة بشباب العراق. هذول شباب العراق المفروض عندهم خدم، المفروض عندهم اموال يملكون، المفروض اي نعم مو اليوم، من زمان، مو بهذا العهد، المفروض من زمان. احنا هذيك الحقبة انتهت، هاي الحقبة نريد شوية نرتب لهم حالهم، نقومهم، نخليهم يوقفون على رجليهم. مصرف ما عندهم، عما اكو ناس قاطعها الجوع. ما تقول لي سبحان الله. الله يحفظك يا شيخ، ما ادري يعني فقرهم حزمك وحجيت هاي الحكايه. الله يحفظك. اترجاك اللي ارجوه من عندك ان تنزل اعتذار للناس وخصوصا هاي الشريحه اللي حكيت عليها. اي نعم هم اكو مثل يقول فوق ضيم الله الملامه، فوق ما هم فقر النوب، فوق ما معوزين، فوق ما هم ما عندهم. النوب يجي واحد يحكي يقول يا بشيلوا راتبهم وطوهم قشه، هي القشه شو تريد تسوي؟ عمي خلي سبوبه تعيشه مثل ناقوط الحب. نعم الشيء القليل افضل من قليل دائم افضل من كثير منقطع. خليها لهم. نعم اترجاك بعد لا تعيدها هذه ولا تتكلم بهيج كلام لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وخلي قدوتك السجاد عليه السلام لما قال اتكلم للناس كلام لله فيه رضا وللجالسين اجر وثواب. هذا ما بي اجر ولا ثواب، هذا بالعكس هاي اثم هذا صار عليك. الله يحفظك ويوفق العاطلين والرعاية وجميع المعوزين، نعم، والارامل واليتامى والفقراء والمرضى.